المساعدات الإنسانية المختلفة سيما لتركيا. دعم أمريكي يؤكده هذه المرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بقوله اليوم إن واشنطن ستدعم تركيا طالما اقتضى الأمر. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية لدعم جهود الإغاثة من الزلزال في تركيا وسوريا بلغ 185 مليون دولار. وأرسلت الولايات المتحدة فريق بحث وإنقاذ وإمدادات طبية ومعدات وتمويلا إضافيا في شكل مساعدات إنسانية بقيمة 85 مليون دولار تشمل سوريا أيضا. ومع انحصار أعمال الإنقاذ بعد نحو أسبوعين من الكارثة التي أودت بحياة أكثر من 46 ألفا في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، كثفت تركيا اليوم العمل لإزالة الحطام والأنقاض التي نجمت عن انهيار المباني جراء الزلزال. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن عدد القتلى في تركيا ارتفع إلى أكثر من 41 ألف، ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع، حيث اتضح أن نحو 385 ألف شقة في البلاد دمرت أو تضررت مع بقاء الكثيرين في عداد المفقودين. منظمة أطباء بلا حدود وفيما يتعلق بسوريا قالت إن قافلة مؤلفة من 14 شاحنة دخلت شمال غرب سوريا أمس للمساعدة في عمليات الإغاثة من الزلزال هناك، مع تصاعد القلق من تعذر وصول المساعدات للمنطقة التي مزقتها الحرب. في الغضون أعلن وزير الخارجية السويدي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي عقد مؤتمر المانحين من أجل متضرري الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في 16 من مارس القادم. في جريدة